هيدا كيك مالح كتير طيب. تعالوا شوفوا طريقة تحضيره. أول شي عندي 3 حبات من البيض، بضيف عليهم نص ملعقة صغيرة برش حامض، بخفقن كتير منيح ليتضاعف حجم البيض ويصير لون الخليط فاتح. برجع بضيف فوقن ربع كوب زيت نباتي وربع كوب زيت زيتون مخلوطين مع بعض. فيكن تحطوا بس زيت زيتون أو بس زيت نباتي. بخلطهم كتير منيح مع كبايتين طحين منخول، ملعقة كبيرة بيكنج باودر، وثلاث ارباع كباية مي. فيكن تضيفوا حليب. هون الإضافات مثل ما انتو بتحبوا. أنا ضفت بذر كتان، حبق مجفف، بابريكا كتير بيعطيها لون حلو، زيتون. وإذا حتضيفوا زيتون انتبهوا كتير لكمية الملح اللي عم تحطوها بالكيك. ضفت كمان زعتر أخضر بري، جزر مبروش، وقطع جبنة كمان كانوا عندي حطيتهم معها. خلطتهم كتير منيح وهيك صار خليط الكيك جاهز. صبيته بقلب قالب للكيك، حطيت فيه ورق زبدة. إذا ما عندكم ورق زبدة بتدهنوا القالب بالطحين والزبدة. زينت وجهه بالسمسم وقطع الجبنة البيضة وحطيته 45 دقيقة بالفرن، كان صار جاهز. زينت وجهه باللبنة والبندورة الكرزية، النعناع الأخضر والزعتر الأخضر وحبوب الزيتون يلي كبسناهن قبل. جربوا الوصفة وألف صحة.